هادشي هذا واقيلا أول مرة كنشوفوه نشرا، واقيلا أول مرة لاعبين كيقوموا بعملية إزالة للعياء في المطار. علاش في المطار؟ علاش؟ لأن فرقة نهضة بركان مجال العام اتحاد العاصمة في الجزائر. علاش الجمارك ما خلوهاش تدخل؟ علاش؟ لأن عندها طرابو في الخريطة ديال المملكة المغربية الشريفة. علاش؟ علاش ديك الخريطة مالها ما عجبتكمش؟ واش ما مرتاحين لهادشي؟ واش ما عجبكمش؟ راه جميع وشني خصك يلبسوا جميع النوادي كيجوا من اي دوله ومن اي بلاد كيكونوا عندهم ولا الرايه البلاد ديالهم ولا الخريطه البلاد ديالهم. الا نتوما اللي ناض فيكم هادشي هذا كتهضروا، نتوما اللي مانعين هادشي هذا. ناضت برك هاد القميص هذا عندها من بدايه الموسم، وعندها هاد القميص هذا لعبت في افريقيا تقريبا كامله، تقريبا لعبت 7 ماتشات في افريقيا، لعبت في ليبيا، هنا لعبت في كلشي. حتى شي واحد ما هضر، لحقاش هذاك من حق هذيك الخريطه ديال البلاد ديالها، هي كتمثل دوله، كتمثل دوله المغرب، كتمثل دولة المغرب. هذا ماتش في الرياضة، هذا ماتش في كرة القدم، ماتش في كرة القدم. اللاعبين اللي تعرضوا للمضايقات، تعرضوا للمضايقات في المطار، تعرضوا لبزاف د الحوايج، خلوهم محبوسين في المطار. من بعد عاد قال لك جا الترخيص من الاتحاد الافريقي السمح لهم باللعب بالقميص الذي يحمل، اللي كيملك الخريطة المملكة المغربية.